تخيل معايا كده لو قلتلك إنك تقدر تبدأ قناة يوتيوب كاملة من غير ما تظهر بوشك، من غير معدات غالية، ومن غير ما يكون عندك خبرة في المونتاج، وتبدأ كمان تكسب منها في وقت قصير. الموضوع مش هزار. الذكاء الاصطناعي النهاردة بقى بيسهل كل حاجة، من كتابة السكريبت للتعليق الصوتي للتصميم لحد المونتاج. في الفيديو ده هقولك خطة عملية خطوة بخطوة، من اختيار التخصص المناسب نيتش لحد أول طرق للربح. وفي الآخر هتكون معاك خطة تشغيل 30 يوم تقدر تبدأ بيها النهاردة وتطلع بأسرع نتائج ممكنة. فلو نفسك تبدأ قناتك بس مش عارف تبدأ منين، ركز معايا للنهاية ومتقلقش، كل حاجة هقولها بسيطة وهتقدر تنفذها بنفسك. يعني هتبدأ بطريقة ذكية مش عشوائي. اختيار التخصص المربح أول خطوة، وأهم خطوة تختار التخصص الصح. ليه؟ لأنك لو اخترت مجال ميت عمرك ما هتلاقي مشاهدات ومش هتعرف تجيب دخل. ملخصات كتب بطريقة سهلة وممتعة، قصص حقيقية أو تاريخية مشهورة، محتوى عن أدوات الذكاء الاصطناعي، حقائق علمية غريبة، وصفات أكل أو طبخ بطريقة كرتونية، مراجعات لبرامج أو مواقع. الفكرة إنك تشتغل على حاجة الناس بتدور عليها كتير ومش محتاجة تظهر فيها بنفسك. وهنا الذكاء الاصطناعي هيساعدك تولد أفكار لمئات الفيديوهات. يعني مثلاً تكتب له هات لي 20 فكرة فيديو عن ملخصات كتب في مجال تطوير الذات، هيطلع لك أفكار بالعناوين كمان. كده هتبدأ بطريقة ذكية مش عشوائي. اسم القناة والبراند. بعد ما تحدد التخصص لازم تختار اسم حلو وسهل، اسم قصير بسيط الناس تقدر تفتكره وتكتبه بسرعة. وبعدين نعمل براند بسيط، لوجو صغير، بانر شيك، والثلاث قوالب تمانيل نشتغل بيهم. ليه التمانيل مهمة كده؟ لأنها هي اللي بتخلي المشاهد يضغط على الفيديو أصلاً. يعني مثلاً لو الفيديو عن الربح من اليوتيوب، التمانيل ممكن يكون مكتوب فيه اربح من AI بسرعة بألوان قوية. المهم تعمل 3 نسخ مختلفة وتختبرهم، ودي ميزة إنك تبدأ صح، تعرف إيه اللي بيجيب كليكات أكتر. خطة المحتوى 10 يوم. النجاح في يوتيوب محتاج التزام، فإحنا هنمشي بخطة 30 يوم كده زي الجدول. كل أسبوع 3 فيديوهات طويلة 8 و10 دقايق، ومعاهم 3 ل5 شورتس فيديوهات قصيرة. الأسبوع الأول جرب مواضيع مختلفة عشان تعرف إيه اللي بيشد جمهورك. الأسبوع الثاني ركز على اللي جاب مشاهدات أكتر. الأسبوع الثالث والرابع ثبت الشكل ده وحسن العناوين والتمانيل. الخطة دي هتخليك تختصر الطريق، بدل ما تقعد شهور تجرب هتعرف من أول شهر إيه اللي يشتغل. كتابة السكريبت بالذكاء الاصطناعي. المحتوى هو الملك والسكريبت هو البطل. أي فيديو لازم يتبني على 6 خطوات: هوك، سؤال أو وعد يخلي الناس تركز، مقدمة قصيرة، ليه الموضوع مهم، 5 نقاط أساسية كل نقطة عليها مثال، حاجة تكسر الملل، سؤال أو إحصائية أو لقطة شاشة، ملخص بلس معلومة إضافية. وفي الآخر CTA، اشترك في القناة أو شاهد الفيديو اللي بعده. الذكاء الاصطناعي يقدر يكتب لك السكريبت كله باللهجة اللي تعجبك. المهم تفتكر كل 30 و 40 ثانية لازم يبقى فيه تشويق جديد، سؤال سريع أو وعد إنك هتقول حاجة بعد دقيقة. 5 التعليق الصوتي والمونتاج. طب الصوت عندك اختيارين: تسجله بنفسك بموبايل عادي في مكان هادي، أو تستخدم برامج تحويل النص لصوت. أهم حاجة الصوت يطلع واضح وطبيعي. المونتاج بقى مش لازم خبرة، في برامج مجانية زي كابكات أو دافينشي ريزولف بتسحب الصور والفيديوهات الجاهزة من بيكسلز أو بيكساباي، تضيف نصوص كبيرة على الشاشة وتعمل انتقالات بسيطة. الفكرة مش إنك تعمل مونتاج سينمائي، الفكرة إن المشاهد ما يزهقش. يعني كل 10 ل 15 ثانية لازم يحصل تغيير بصري، صورة جديدة، نص، أيقونة. الصورة المصغرة والعناوين. العنوان لازم يبقى كلمة مفتاحية، فضول، وضوح. التمانيل لازم يكون فيها نص قصير 3 و 4 كلمات، ألوان واضحة ورمز بصري ملفت.
جرب تعمل نسختين لكل فيديو وبعد كده شوف إنهي واحدة جابت CTR أعلى. 7. طرق الربح السريعة. يهد Affiliate Marketing. تحط روابط منتجات أو أدوات في الوصف. منتجات رقمية زي كتاب PDF صغير أو قوالب جاهزة. 3. خدمات مصغرة. لو شاطر في الكتابة أو المونتاج تبيع الخدمة دي. 4. رعايات صغيرة. حتى لو عندك مشاهدات قليلة في شركات صغيرة تدفع لك، ولما قناتك توصل للشروط تقدر تفعل إعلانات وتاخد دخل ثابت. 8. التحليلات والتحسين. بعد ما تنشر الفيديو دورك تتابع الأداء. ركز على 3 حاجات. CTR يعني كم واحد شاف التمثيل وقرر يضغط. وقت المشاهدة، الناس بتكمل الفيديو ولا بتمشي بعد دقيقة. مصادر الزيارات، جاي لك من البحث ولا من المقترحات. كل أسبوع جرب تغيير حاجة واحدة، تمثيل أو مقدمة الفيديو أو تعمل بلاي ليست. 9. خطة التنفيذ. 1. اختر النيتش المناسب. 2. جهز اسم القناة والهوية البصرية. 3. حضر 10 سكريبتات دفعة واحدة. 4. سجل الصوت أو اعمل TTS. 5. جهز أول 3 فيديوهات طويلة بلس 4 شورتس. 6. انشر في مواعيد ثابتة. 7. بعد 72 ساعة راقب الأرقام وشوف إيه اللي نجح. تماماً، كرر اللي نجح وطور من اللي ضعيف. لو مشيت على الخطة دي هتلاقي نفسك بعد شهر واحد عندك قناة ماشية بخطوات ثابتة، وبكده تكون عرفت إزاي تبدأ قناة يوتيوب كاملة من غير ما تظهر بوشك ومن غير معدات ومساعدة الذكاء الاصطناعي. لو عايز مني خطة 30 يوم مكتوبة ومعاها قوالب ثمانيل وسكريبتات جاهزة اكتب لي في الكومنت جاهز أبدأ. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان الفيديو الجاي هيكون عن أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي تساعدك تدير قناة يوتيوب كاملة وإنت قاعد في البيت. تابع الفيديوهات المقترحة دي وابدأ طبق النهاردة. السر الحقيقي مش في الأدوات، السر إنك تبدأ وتلتزم. كل فيديو هتنشره هتتعلم منه حاجة جديدة. لو عايز الخطة المكتوبة اكتب جاهز أبدأ. شكراً لمشاهدتك.